بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. ربنا كده يا رب يا رب يفرحكم زي ما انتوا دايما بتفرحوا قلبي، وزي ما انتوا دايما بتسعدوني وبتشتركوا كده معايا في القناة. والحمد لله يا رب، الحمد لله ان انا بقى عندي كده اخوات كتير حلوين كده وانا بحبهم جدا. وبرضو يعني كل اللي بيخش عندي في القناة انا بحبه جدا جدا جدا، وكل تعليقاتكم جميلة وربنا يا رب يخليكم ليا. احب برضو كده ايه اقول لكم كده، النهارده الجو شتا شويه وكلنا متدفيين كده، فقلت يلا بقى هنزل لكم ميزانيه على الشهر يعني، عشان في الموضوع ده يعني ايه، لما نزلت كذا ميزانية في اراء وفي اراء تانية، فانا عايزة اخد وادي معاكم في الاراء دي. طبعا ما تنسوش انا دي قناتي وانا اسمي سيدة حسن، وبحب جدا 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 أو يعني اكون مدبره في بيتي، واكون بالمعقول يا جماعه. يعني مش بالبخل، او مش ان انا مثلا اجوع اولادي او كده، لا بالمعقول. وزي ما ربنا قال ان احنا لازم نعدل في كل حياتنا. خلاص. دي قناتي للتدبير والتوفير، وكمان في اكلات بعملها وكل حاجه، يعني كل ما تتخيلوا البيت المصري دي قناتي ان شاء الله باذن الله. بصوا بقى يا حبايبي، في سؤال او حاجه جات لي يعني بتقول، اخت كده فاضله بتقول لي هو البيت يمشي بكام في الشهر؟ طبعا كلنا يعني في بيت فيه فردين، في اللي هم لسه العرسان الجداد، في بيت فيه اطفال صغننه لسه بيتجاب لها بامبرز ولبن وحاجات من دي، في بيت فيه اطفال كبيره بتروح مدارس محتاجه مصاريف، محتاجه كتب، محتاجه دروس، محتاجه كراسات. في بيت تاني مثلا بيبقى في بقى اولاد في الجامعه او اولاد في ثانوي او كده. كلنا بنمر بمراحل مختلفه، وكلنا نفسنا نظبط ميزانيه البيت. بصوا بقى، ايه هو المعقول او ايه هو اللي انا ممكن ان انا اعمله؟ انا دلوقتي لما جيت عملت الميزانيه ام 3000 جنيه، الميزانية دي او القبض ده القبض بتاع الاكل والشرب. استنوا بس نطلع قلم كده عشان انتوا عارفين انا بحب اكتب لكم ايه كل حاجة. انا مخليها اخضر بقى عشان النهاردة ايه، يبقى لوننا كده جميل النهاردة، اليوم يبقى اخضر ان شاء الله. دلوقتي انا عملت الميزانية بتاعت 3000 جنيه، وقلت لك هتجيبي منظفات وهتجيبي الحاجات، وناس قالت لا ما ينفعش، انتي بتقولي ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، 3000 جنيه ماشي. في ميزانية تانية قلنا اللي هي 1500 جنيه لو فردين، اقسمي ده. احنا عدد افراد الاسرة بتاعتنا 4، خلاص احنا هنا 4 افراد، فاللي بيكفيني 3000 جنيه. يعني انا باخد في اليوم 100 جنيه. انا على فكرة مش مصروفي كل شهر، انا مصروفي يوم. هل ال3000 جنيه بيكفوا بس فطار؟ لا، انا بتكلم على الاكل والمنظفات اللي هتجيبيها خلال الشهر، يعني اكل ومنظفات بس. طيب في بقى في مواصلات وفي حاجات، احنا قلنا ندبر ازاي المواصلات في فيديوهات قبل كده. طيب كمان في نقطة تانية، ان انا دلوقتي عايشة في ايجار ومطلوب مني ايجار وغاز ونور ومية. هل يا جماعة والله العظيم انا لقيت تعليق، ويعني ربنا يبارك يا رب في صاحب او صاحبة التعليق، بتقول انا باخد 2200 جنيه باين، او مش عارفة هو كان واحد ولا واحدة، وربنا بيبارك فيهم. تخيلوا بياخدوا 2200 جنيه بس وربنا بيبارك فيهم. يعني والله ربنا يديهم الصحة والعافية، يعني اللي كتب التعليق ده. فاحنا دلوقتي، انا دلوقتي لو معايا 3000 جنيه هعيش، لو معايا 2200 جنيه هعيش، لو معايا 2000 جنيه بس هعيش. طب بتدبريها ازاي او بتعمليها ازاي؟ بصوا احنا هنبقى واضحين مع بعض. هو فعلا الفطار والغدا والعشاء بياخد مننا فلوس، او بياخد مننا مجهود كتير او فلوس كتير، لانك انتي اول ما بتصحي من النوم بتفكري. زي ما قلتلك في افكار كتيرة ممكن ان انتي تحوشي منها، يعني بدل ما تعملي وجبة مثلا النهاردة وبكرة وجبة تانية. على فكرة أنا كل يوم بعمل أكل، بس مش بعمل أكل بكميات كبيرة، يعني بعمل أكل
يعني مثلا ممكن اجيب ربع او نص عادي وبيكفينا احنا الاربعه. ممكن اعمل كيس مكرونه وجنبه ربع بانيه بيكفينا. ممكن اعمل بانيه، اجيب ربع بانيه واعمله شاورما بيكفينا. ممكن اجيب ربع لحمه مفرومه واعمله كفته بيكفينا. بيكفينا على فكره غدا وعشاء. يعني ممكن اعمل سندوتشات كفته بالليل او سندوتشات شاورما للولاد من اللي فوت. وطبعا البطاطس عندك رخيصه، البطاطس ب10 جنيه، والكوسه برضو رخيصه، والفاصوليا رخيصه. يعني الخضار متهيالي بتاع الشتا رخيص شويه. هتقولوا لي اللحوم، يا جماعه انا بجيب لحمه مستورده عادي، مش بجيب لحمه من اللي هي البلدي. لما بيبقى فيه فلوس كنت والله كنت بجيب اللحمه البلدي، بس هي فلوس كتيره. مش عايزه تجيبي لحمه خالص، مش عايزه تدخليها البيت، هاتي فراخ، هاتي بانيه. وفي ناس بتربي في البيت وبسم الله ما شاء الله عليهم، بيبقى عندهم بيت من الفراخ وكده. والله اتمنى كنت، بس ما عنديش مكان ان انا اربي فراخ. فال3000 جنيه دول يا حبايبي اللي انا بتكلم عليهم، 3000 جنيه دول اكل الغدا، البهارات، الحاجات دي انا بطلعهم من 3000 جنيه. طيب لو انا بقى عندي مثلا 6 افراد، لا طبعا مش هبقى محتاجة 3000. احنا اتكلمنا على 3000 دول غدا وكده. طب لو عايزة فطار، لو عايزة عشاء، لو عايزة بامبرز، لو عايزة مثلا لبن للبيبيهات الصغننة، كل ده ليه ميزانية تانية، ليه حاجة تانية. يعني انا دلوقتي لو معايا 3000 جنيه دول، انا مثلا بيخش لي دخل في الشهر 4000، هنخليهم 5000 جنيه او 5000 جنيه زي ما انتوا قلتوا، يعني ان ده المتوسط الطبيعي. طيب انا هطلع منهم 3000 جنيه، صح؟ طيب ده اكل وشرب بتاعنا، وممكن اوفر منه الفطار قلنا والعشاء. خلاص هيتبقى لي 2000 جنيه. طيب 2000 جنيه دول انا هعمل بيهم ايه؟ هدفع منهم نور، رغم ان انا اقسم بالله انا طلعت من 3000 دول قدامكم الميه والغاز. انا مش بدفع ايجار عشان الشقه ملك جوزي، بس برضو بيجي علينا مصاريف، مثلا مصاريف جانا ومصاريف مريم الكتب بتاعتهم. مشكلة الدروس برضو اللي احنا قلنا هنحلها. يعني ممكن مثلا هقول لكم على حاجة لمشكلة الدروس دي. الدروس انتوا بتدفعوا مبالغ كبيرة قوي في الدروس. انا منع الدروس لعيالي، يمكن انا عشان بفهم في الرياضة وفي الانجليزي ماشي. طب انا دلوقتي واحدة مش عايزة بدفع 1000 جنيه في الدروس. طب 1000 جنيه ليه بتدفعيها في الدروس؟ ما تزعليش مني، ما فيش حد قلبه، انا اهو بقولك مفيش حد قلبه على عيالك قدك. انتي بقى تقعدي تذاكري لهم، بس هتقولي لي مثلا مش بفهم رياضه، مش بفهم انجليزي، صعب عليا. طيب دخليهم مادتين بس، دخليهم الماده اللي انتي مش عارفه تذاكريها لهم. دلوقتي اليوتيوب في مدرسين اقسم بالله. يعني اقول لكم ايه، انا بنتي في ثانوي وساعات في حاجات بتقف معاها ببقى انا مش فاضيه اعملها لها، هي بتخش ومتابعه مدرسين. في مدرسين بيشرحوا. انا كنت فاتحه قناه تدريس رياضيات، بس انا للاسف يعني ايه، ما مش عارفه، ما كانتش معايا، او انا ما حبيتش ان انا ادرس على اليوتيوب يعني. ف فانا بقول لكم اهو، انتي ذاكري لاولادك في البيت. المدرس هيديهم ساعه، هيديهم ساعتين، نصها بيروح في الكلام. اسالي انا مدرسه، العيال بيعمل ما بنعلم لهم الكراسات، وعمل ما بنعمل، كل ده وقت بيضيع من الحصه. لكن انتي لما هتقعدي مع ابنك ساعتين 3 في اليوم، انتي هتقعدي اكتر من المدرس، وانتي هتفهميه بحب. انتي امه، فانتي هتبقي خايفه على مصلحته. يا ستي ذاكري. انا والله ساعات لما ببقى مش فاهمه حاجه بقعد اقرا عنها عشان افهمها لجنى، لان جنى في اولى ثانوي عام، وانا يمكن المناهج بتاعتهم اتغيرت جدا، فانا في حاجات ببقى مش عارفه، بخش واقرا عنها عشان اذاكرها لها، عشان ما اضيعش وقتها في المعاهد وفي الحاجات دي. فانتي حبيبتي انتي اللي هتذاكري لولادك، مش حد تاني. اسمعي كلامي، هاتي في حاجات ازاي تعلمي ولادك، ازاي والله في ناس بيعلموا ازاي القرايه والكتابه. المدرسين يعني ربنا يكرمهم برضو، ما انا مش هقول كل المدرسين وحشين، بس مش هيبقى عندنا وقت ان احنا نملي ونقرا ونقري ونملي ونعمل لا. بنمليهم انجليزي بس انتي هتبقي، انا بقولك هو ابنك هيستفاد منك اكتر، مش بالضرب. وما تضربيش ولادك، انا ما بضربش حد على المذاكره. اضربيهم لما يعملوا حاجه غلط، لكن ما تضربيهمش على المذاكره، ما تكرهيهمش في المذاكره.
زي ما احنا قلنا، معلش انا طولت في حتة الدروس. زي ما انا بقولك كده، لو عايزة تدي درسين بس المادة انتي مش عارفاها اديهم، لكن بقية المواد انتي اقعدي اقري المادة، اقري الدرس قبل ما يجي، قولوا له يلا حبيبي او يلا حبيبتي اقعدي معايا ونذاكر مع بعض. ولو انتي مش عارفة الكتب الخارجية بيبقى فيها الاجابات، بتبقى فيها كتاب الاجابات، بدل انتي بعد ابنك يحل قدامك وانتي اقعدي صححي من الاجابات دي. والله بجد الاجابات بتبقى قدامك انت. لو انا مش عارفه اجابه السؤال، الاجابه قدامك اهو، قولي له كذا يبقى كذا كده، هتحسسيه ان انت فاهمه، وان هو مش هيقولك ماما بقى مش فاهمه السؤال ده. لا، انت كده فاهمه اهو، انا قريت الدرس قبل ما ابني يجي، مش عيب والله، انا بعمل كده لو انا في حاجه مش فاهماها. بس انا يعني الحمد لله انا فاهمه مناهج ولادي، لكن انت لو مش فاهماه زي ما انا بقولك كده. طيب، ادي كده حلينا مشكله الدروس اللي هي عامله لنا ازمه. ممكن هتوفري والله، يعني لو الماده انا سامعه يعني الماده ب100 او ب150، هقولي هتوفري 300 جنيه في 3 مواد وهتديله مادتين. ادي كده شلتي من عندك كتير، يبقى انت كده بتوفري في بيتك. برضو الاكل الدليفري يا جماعه، الاكل الدليفري مش احسن من الاكل اللي احنا بنعمله في البيت. اكل البيت جميل، انتي بتجيبي طماطم نضيفه، بتجيبي بطاطس نضيفه، بتحمري لولادك. خلينا نرجع لايام زمان، ايام ما مامتنا كانت بتلمنا كده حواليها، فاكرين البابور ولمة البابور ونقعد نذاكر كده. خلينا نرجع للايام دي يا جماعه، خلي ولادنا يبقى ليهم ذكريات حلوه معانا، نبقى عارفين نقريهم، يجوا يلجأوا لنا بدل ما يلجأوا لحد بره يعني. معلش ان انا فتحت الموضوع ده، انا اسفه والله، مش بدور في موضوع الفيديو ولا حاجه، بس كان نفسي ان انا اتكلم معاكم في الحته دي. ما تخلوش ولادكم يلجأوا لبره، خلوهم دايما قدامكم، دايما قدام عينيكم. زي ما ماما زمان كانت تقول لنا لا مفيش بيات بره، مفيش بيات عند عمتك، مفيش بيات عند خالتك، البنت تبات في بيتها. انا ماشيه عيالي على كل العادات والتقاليد اللي احنا كنا بنعملها زمان. دلوقتي محدش يروح لحد، اقعدوا في بيوتكم، لو حد عايز يزوركم تعالوا يزوركم اهلا وسهلا. احنا في زمن صعب، وربنا يا رب يخلي لنا ولادنا ويبعد عنهم كل الشر يا رب، ويدينا كده كل الخير في بيوتنا. فاحنا قلنا بقى ال3000 جنيه دول، معلش انا طولت والله، بس ما كنتش اقصد، الموضوع ده كان ألمني يعني. ال3000 جنيه، ال2000 جنيه بقى التانيين، بصي يا ستي هاتي رز. الرز لو قلنا ب30، هتحتاجي، شوفي بقى انت هتحتاجي 5 كيلو رز مثلا، في 5 ب150 جنيه. هتحتاجي مثلا 4 ازايز زيت، في ازايز زيت انا شفتها ب50 جنيه جميلة والله، يبقى كده 200 جنيه زيت ماشي، يبقى كده ارز وكده زيت اهو. وهنحتاج ايه تاني للبيت؟ بهارات. البهارات يا ستي، هاتي تمن كمون ب40 وتمن فلفل ب40، وهاتي ب20 شطة يعني قولي 100 جنيه هتجيبي بيهم بهارات. وهتجيبي كمان ايه تاني؟ مكرونة. المكرونة بقى حسب انتي الانواع بتاعتك المكرونة. انا شفت الكيلو المكرونة كان بكام، كان ب22 جنيه. وفي ب20 والله، انا شفت كمان ناس عندهم ب20. يعني في انواع في السوق، انتي بقى ايه، دوري على الحاجة الرخيصة بس الحلوة يعني. في حاجات بتبقى جميلة. المكرونة ب22 جنيه، قولي ب22 جنيه مثلا هتجيبي يا ستي كام كيلو مكرونة يكفوكي؟ شوفي اللي انتي بتحتاجيه، مثلا 5 كيلو، 5 في 22، 5 في 2 ب10، تفرقوا معانا الواحد، 5 في 2 ب10، وواحد 11، ادي 110، 110 جنيه مكرونة. مثلا في على فكرة انا لقيت رز 10 كيلو، رخيص على فكرة، بدل ما تجيبي 5 كيلو ممكن تجيبي 10 كيلو رز ب300 جنيه. انا شفت الشجارة، وممكن كمان في ناس عاملة عروض ب250 وب280 برضو. يعني لو لفتي شوية هتلاقي احنا عندنا هنا واحد عطار والله كويس، بيعمل عروضات لكده يعني. فانت ممكن تشوفي، لو انت حابه ان انت تجيبي شكاره 10 كيلو ممكن تجيبيها. ال2000 جنيه دول بقى هتطلعي منه كل المصروف. في ايه تاني؟ زيت ورز ومكرونه وبهارات، وايه تاني ممكن نحتاجه في البيت يا جماعه؟ والخضار احنا بنجيبه برضو من 3000 جنيه. وممكن بقى تجيبي الفطار مثلا بتاعك، زي ما قلتلك افكار للفطار. ممكن مثلا انت لو عندك فول هتجيبي
لو عندك فول في البيت ممكن تدمسيه. لو هتجيبي مثلا هتجيبي نص فول مثلا قولي ب25 جنيه، ده يوم ما يبقى غالي قوي يعني، انا بحط اسعار غالية. هتجيبي مثلا ايه تاني معانا؟ لوبيا، هتجيبي عدس، هتجيبي بس طبعا يعني بصوا يا جماعة، اللوبيا والعدس يعني لو جبتوا كيلو نص كيلو على مدار الشهر، انا بحطها في التلاجة بيني وبينكم يعني، وبتبقى جميلة والله. طيب، يعني انا دلوقتي لو معايا كام ممكن اقضي الشهر؟ في اخر الفيديو هقولك بقى. دلوقتي احنا لو معانا اي مبلغ هنعيش بيه. بس انا قلت لك اهو، لو ميزانيتك 5000 جنيه هتجيبي منهم الفطار، وده كده انا العدس واللوبيا دي تبع الحاجات دي. الفطار هتجيبي جبنه بيضه وجبنه تركي، وهتجيبي كمان بيفي، وهتجيبي بيض. البيض ب البيض ب... البيضة دلوقتي ب5 جنيه أو ب6 جنيه، يعني هتجيبي مثلا 10 بيضات. قولي مثلا يا ستي خلي 100 جنيه بيض، خلاص. و... وهتجيبي مثلا جبنة تركي وجبنة بيضة. فكل الحاجات دي شوفي بقى هتجيبيها بكام. طبعا انا مش هقول على الاسعار عندنا، هو الجبنة البيضة هنا عندنا ربع ب30، يعني ممكن تجيبي ب60 جنيه نص يكفيكي. والجبنة التركي برضو هتجيبي ب60 جنيه، متهيأ لا مش ب60، ب90 جنيه النص برضو، لو حابة ان انتي يبقى عندك طول الشهر. وطبعا في جبنة قريش طبعا، بس بقالي مدة بصراحة ما جبتهاش فما سألتش على سعرها. كل دي ممكن تجيبيه لو معايا كام بقى؟ لو معايا 5000 جنيه. يبقى احنا قلنا ميزانية 3000، ميزانية 2000، ميزانية 1500، ميزانية 5000 جنيه. لو انتي بقى بتاخدي مصروف 5000 جنيه. يا رب يا رب يا رب اكون بساعدكم، ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم، ويا رب ما يبقاش فيه تعليقات سلبية. لا والله بهزر معاكم، ودي ملحوظات بتفيدني. ولو اي حد عايز ميزانية يكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليك نفس اليوم، والله برد في نفس اليوم. بحبكم واشوفكم، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناة السيدة حسن. بحبكم، مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد.